اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل اسهل طريقه لتخزين الملوخيه من السنه للسنه وتفضل معاكي باللون الحلو ده. يلا بينا نعرف عملنا ايه. عندي اول حاجة انا جبت عندي الملوخية، طبعا قطفتها كويس وبعدين شطفتها مرة واتنين وتلاتة لحد ما اتأكدت ان ما عادش فيه اي طينة خالص موجودة فيها. بعد كده صفيتها من المية وحطيتها على فوطة كده في صينية كبيرة عشان خاطر تبقى تشرب المية بتاعتها وتنشف معايا. جبت عندي حلة على النار، حطيت فيها معلقة سكر ومعلقة من الكربونات. انا هخلي المية دي تسخن لحد ما تغلي خالص وبعدين هبدأ انزل فيها الملوخية. السكر والكربونات هي مادة الحفظ للملوخية، انها بتخليها معاكي طول السنة بنفس اللون الاخضر ما يتغيرش. بعد كده جبت شوية من الملوخية، هحط بقى شوية بشوية، يعني هحط الكمية اللي انا هضربها في الخلاط او في الكب عندي حبة بحبة كده على قد الكيس اللي انا هستخدمه. بسيبها بقى في المية دي تاخد بس غلوة واحدة بالشكل ده، وبقوم مطلعاها على طول في المصفى بالشكل ده. طبعا انا بعمل بيه يعني بطلع بيه الماسك ده، بس طبعا هو ما سعفنيش فهغيره حالا. هجيب عندي بقى زي مصفى كده برضو، يعني اصفي بيها الملوخية. هطلع كل الملوخية، ده الجزء اللي انا هستخدمه اللي هو اول كيس عندي، وهحط طبعا مكانه ببقى مجهزه بوله بقى فيها ميه بتلج، بحيث ان انا اطلع على طول من الميه السخنه انزل على طول اعمل لها صدمه في الميه بتلج. طبعا الميه بتلج دي هتحطي فيها الملوخيه فهتبدا انها تبرد او تدفى، فانت تبقي مجهزه دايما على طول باستمرار تلج عندك، بحيث ان كل ما الميه تبدا تدفى او تسخن تبقي مجهزه ميه ساقعه تاني. بعد كده هطلعها في مصفى وهحطها في الكبة بتاعتي او في الهاند بلندر، او مش متوفر عندك ده او ده في الخلاط، وبتبدأي انك انتي تحطي بس شوية مية صغيرين خالص بس يساعدوا على اللف. هحط بقى كده وهبدأ ان انا اضربها. طبعا دي اسهل واسرع طريقة لتخزين الملوخية، مفيش بقى مخرطة ونقعد نخرط ونستنى لما تنشف والكلام ده كله، ان كل ده بيخلي الملوخية تبدأ انها تسود. يعني انا لما بسيبها تنشف وبعد كده ابدأ اخرطها، دي الحاجات اللي بتخليها تسود. لكن لما بتطلعيها على طول كده، شايفين لونها عامل ازاي؟ بتضربيها في ساعتها كده وهي لسه جايباها، بتبقى صبحة، بتبقى سهلة جدا وبتبقى خضرة معاكي بالشكل ده. انا بقولك ممكن تلفيها وممكن تقفليه بالشكل ده وتحطيه في الفريزر فوق بعضه بنفس الطريقة. طبعا انا هعمل كل الكمية بنفس الطريقة. طبعا انا قفلتها عندي المكنة اللي بتقفل الاكياس، او انك انت ممكن تسخني سكينة وتقومي قافلة بيها، بس اهم حاجة انك تتأكدي انها ما بتنزلش علشان خاطر ما تخرجش من الكيس في الفريزر. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تجربيها وتقولي لي رأيك ايه. ولو ليكي اي اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناة نانا تشانل، واشوفكم في فيديوهات تانية.